تعالوا اقول لكم بقى على سر السمك المشوي والخلطه بتاعته ايه بتطلع معاكي حكايه. يلا قبل ما نبدا كده بقى ونقول بسم الله، ما ننساش نعمل اشتراك ولايك وشير للفيديو عشان يوصلك اي جديد. ونقول معانا هنا بسم الله بقى. شايفين السمك انا برصه كده وبدخله في الفرن، انا بشويه على الفرن في الفرن على فكره. ماشي. وبحب اشكر المتابعين الجداد واللي بيشتركوا معايا في القناه بيدعموني. اجيب لكم ده على دماغي من فوق. هنا بقى ادينا رصينا السمك، شايفين شكله؟ ده سمك بولت صغير كان جاي لي صابح. تعالوا بقى، تعالوا نخش بقى على التتبيله. بصوا انا بجيب جزر وطماطم وبصل، دول كل حاجه دول ببشرهم كده، واجي حطاهم في طبق، واجي حاطه بقى عليهم توابل اللي احنا هنعمل بيها او التتبيله بتاع السمك. كده بشرنا البصل الجزر وبشرنا الطماطم والبصلايه، جيت ابشرها لقيتها ايه هتاخر شويه، رحت ايه مقطعاها حتت صغيره كده زي ما هتشوفوا كده في الفيديو. وباجي بقى حط عليها معلقتين دقه من بتاع السمك اللي انا محيقه بيه السمك. في دقه بحيق بيها السمك مخصوص، بس السمك بتاع الشوي ده انا ما حيقتهوش من جوه، انا سبته كده غسلته حلو قوي وحطيته في الرده وايه بس انا هقول لكم الطريقه برضو لما نيجي عند الفيديو. هنا نعمل اول الخلطه معانا. هنا حطيت عليهم وحدتين ليمون، حبيتين ليمون، واحط عليهم خل، واحط عليهم معلقتين دقه. طبعا فيديو الدقه نازل على القناه، اللي عايز يشوفها يرجع للقناه تاني ويشوف الفيديو. هنا حطينا، احط عليهم بقى كوبايه ونص ميه، ونقلب ده كله في بعضه كده. يبقى كده الخليط ده معايا جاهز. اول ما السمك يطلع من الفرن هنحطه في قلبيه بقى، يعني يتشرب كده منه. بيطلع طعمه حكايه على فكره وطعمه جميل جدا. اللي هيجرب الطريقه دي هيدعي لي. ناس كتيره قوي خدت الطريقه دي وعملتها وجربتها. هنا اهو زي ما انتم ما شايفين السمك الشوى معايا في الفرن، وجيت طلعته حطيته بقى كده في التتبيله وسبته شويه وجيت طلعته. بطلع من التتبيله عادي بيبقى عليه الخضار من فوق، عشان ده اللي طبعا بنغمس بيه، وطعمه كده كويس يعني الحياء بتاعه كده مظبوط. اللي هيعمل التتبيله ديت وهيجربها والله هتعجبه. انا خلاص كل الكميه معانا بتاع السمك كده. السمك الشوى معايا في الفرن بسيبه بقى براحته خالص على نار عاليه في الصاجه، بحطه في القعر بتاع الفرن ويشوي براحته. اول ما بيشوي كده من جنب تحت اجي قلبيه، ما تقلبوش وهو لسه ما اتحمرش، لازم ان يتحمر خالص وياخد اللون ده اللي انتوا شايفينه، وبعد كده تقلبيه على الجنب التاني. انا ما حبيتش اطول عليكم الفيديو على فكره، عملته قصير عشان تستفادوا، يعني بدل في ناس بتكسل تقولك انا لسه هكمل الفيديو. لا انا هنا عملته لكم قصير اهو بالتفاصيل كامله.